يا مساء السعادة، أهلا وسهلا بكل متابعيني على قناتكم مصيف شواطئ اسكندرية. هنستكمل مع بعض دلوقتي باقي جولاتنا عن شواطئ اسكندرية، ومعانا رحلة جديدة النهاردة من أمام شاطئ فريسكا المميز. ما تنساش تدعمنا لو حضرتك أول مرة تزورنا على القناة، وتعمل سبسكرايب وشير كتير كتير للفيديو. هنعرف كل التفاصيل دلوقتي عن شاطئ فريسكا. شاطئ فريسكا موجود فين بالتحديد؟ موجود أمام شارع خالد ابن الوليد. شاطئ فريسكا المميز سعر التذكرة فيه بتكون 15 جنيه للفرد، شامل كرسي وترابيزة وشمسية. وزي ما قلت لحضراتكم في كل فيديوهاتي، وحدات خلع الملابس وكمان الحمامات بتكون مجانا في جميع شواطئ اسكندرية. احنا داخلين دلوقتي على العيد الكبير. كل سنة وكل المسلمين في كل أنحاء العالم بخير يا رب، وكل سنة وكل مغترب عن بلده وعن أهله وولاده بخير وصحة وسلامة، ويعود على المسلمين كلهم بالخير واليمن والبركات. زي ما انتوا شايفين خلاص، الشواطئ في اسكندرية بدأت تنزحم شوية شوية، لان خلاص احنا بدأنا دلوقتي في الاجازات، وكمان داخلين على العيد الكبير وشهر 7 زي ما قلت لحضراتكم. فاضل بالظبط 15 يوم على الاجواء المزدحمة في اسكندرية. دايما بقول في كل فيديوهاتي نصيحة يا جماعة: انزلوا قبل الزحمة، استمتعوا بجو اسكندرية، لان اول العيد الكبير ما يجي خلاص الصيف بدأ في اسكندرية، وكمان الاسعار بدأت تزداد في اسكندرية. فاضل 15 يوم، انزلوا واستمتعوا، لسه الاجواء مش زحمة قوي دلوقتي، والاسعار كمان لسه ما علتش شوية في اسكندرية. هتلاقوا من خلال القناة شقق كتيرة جدا لملاك الثقة في اسكندرية بالأسعار، وكمان خصومات لأي حد يشترك في القناة. شاطئ فريسكا من الشواطئ الجميلة جدا اللي فيها المناظر طبيعية زي ما قلت لحضراتكم، وكمان فيها الموج هادي، وممكن أي حد من الأطفال ينزل بأمان في المية. على يمنا بالظبط شاطئ ميامي العام، وسعر التذكرة فيه بتكون 5 جنيه. وكمان مجموعة البروفاج، وده شاطئ سياحي سعر التذكرة فيه بتكون 25 جنيه للفرد. وكمان الممشى السياحي اللي في قلب البحر اللي لسه معمول جديد. هنتمشى مع بعض كده بقى على رصيف اسكندرية، ونشوف الأجواء على كورنيش اسكندرية، وكمان نشوف الكافيهات اللي موجودة على شواطئ فريسكا. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك، لان القناة لسه صغيرة وعايزين نكبر مع بعض اكتر واكتر. زي ما انتوا شايفين الازدحام متوسط، بس بدأت الدنيا تنزحم شوية شوية. ده احدى بوابات مجموعة فريسكا، هي عبارة عن 4 بوابات، وبيوجد ألعاب للأطفال زي ما حضراتكم شايفين. ودي كلها وحدات خلع ملابس، وكمان وحدات إسعاف على شواطئ فريسكا. دي بقى مجموعة الكافيهات اللي موجودة على شاطئ فريسكا. أنا دخلت سألتلكوا على الأسعار، بصراحة الأسعار جميلة جدا وفي متناول أي حد عايز يستمتع بجو اسكندرية بدون نزول الشاطئ. الجو دلوقتي جميل جدا جدا في اسكندرية، تعالوا استمتعوا بجو اسكندرية الرائع. المكان ده من اجمل الاماكن اللي موجوده في اسكندريه، هو بالظبط امام جزيره ميامي. للتصوير جميل جدا جدا جدا، وراحه كده للنظر وللعين. بتقعد على الرصيف وتستمتع باحلى جو موجود، مش هتلاقيه في اي مكان غير في اسكندريه بس. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه لو اول مره حضرتك تزور القناه. اشوفكم بقى في جولات كتيره جايه، وفي موجود مجموعه معلومات وتفاصيل عن جميع شواطئ اسكندريه على القناه. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك. سلام عليكم.